السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تقوم الساعة فجأة مع أن لها مقدمات وعلامات؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لما بنتكلم أحيانا عن علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، بعض الناس بيقولوا إزاي بتتكلموا عن علامات الساعة وهو أصلا الساعة ليس لها علامات لأنها ستقوم فجأة أي بغتة. أقول لحضراتكم بكل بساطة فرق كبير بين علامات الساعة الصغرى والكبرى أي التي تمهد لقيام الساعة، وفرق بينها وبين قيام الساعة. فرق كبير جدا بين أشراط وعلامات الساعة وبين قيام الساعة نفسها اللي هو قيام يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يتكلم عن قيام الساعة أي عن وقت قيام الساعة، فيقول عن كيفية قيام الساعة قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة، فقد جاء أشراطها. الأشراط اللي هي التي تسبق قيام الساعة. يبقى أشراط الساعة الصغرى والكبرى هي التي تسبق قيام الساعة وهي ممهدة لقيام الساعة، ثم يأتي بعد ذلك قيام الساعة ولها تفاصيل تانية ذكرناها في رحلة إلى الدار الآخرة. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة. يعني قبلها في أشراط ساعة صغرى وكبرى، بس قيام الساعة نفسها بتيجي فجأة لا يعلم موعدها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب كيف بقى تأتي فجأة مع أنه لابد أن تكون قد ظهرت كل علامات الساعة الصغرى والكبرى؟ أقول لحضراتكم اللي حاصل إنها تكون انتهت كل علامات الساعة الصغرى، واضح كده، وهتكون انتهت تقريبا حوالي 9 علامات من علامات الساعة الكبرى. قلنا قبل كده حبايبي إن علامات الساعة الصغرى 100 علامة، واضح كده. 100 علامة دولت مر منهم حوالي حاجة و80 علامة، وبقي حوالي 15 علامة. في منهم علامات هتكون قبل ظهور العلامات الكبرى، وفي منها علامات هتكون بين ثنايا العلامات الكبرى. فمثلا على سبيل المثال من ضمن العلامات التي ستكون قبل علامات الساعة الكبرى مباشرة ظهور المهدي، ثم الملحمة الكبرى التي تكون في أرض الشام، ثم فتح القسطنطينية فتحا بدون قتال في آخر الزمان. بعد ال3 علامات الصغرى دول، وفي غيرهم بس دول أهم 3 علامات صغرى قبل الكبرى، وبعد ما يظهروا علامات الساعة الصغرى ال3 دولت مباشرة يظهر أول علامة كبرى اللي هي المسيح الدجال، ثم بعدها نزول سيدنا عيسى عليه السلام لقتل الدجال، ثم ظهور يأجوج ومأجوج ادي كده 3، ثم طلوع الشمس من المغرب كده 4، ثم ظهور الدابة كده 5، ثم الدخان كده 6. بعد علامة الدخان مباشرة كده مر 6 علامات كبرى. ركزوا معايا، في بعد علامة الدخان اللي هي علامة كبرى في علامة صغرى ستكون فيها نهاية عهد المؤمنين وبداية عهد الكفر والشرك الذي يكون في آخر الزمان. في حاجة اسمها الريح اللينة أو الريح الطيبة، يرسلها المولى عز وجل لتقبض أرواح المؤمنين، حتى لو دخل أحدهم في حضن جبل أو في كهف في جبل لا دخلت خلفه حتى تقبض روحه بكل لين ورحمة، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي رواية عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني الساعة مش هتقوم إلا على الكفار والأشرار فقط. بعد علامة الدخان علامة صغرى اللي هي علامة الدخان علامة كبرى، بعدها علامة صغرى اللي هي الريح اللينة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا الكفار والمشركون. ثم بعد علامة الدخان هيبقى فاضل كم علامة؟ 4 علامات. احنا قلنا علامات الكبرى كام؟ 10، مر منهم 6.
ظهور المسيح الدجال، نزول سيدنا عيسى، ظهور يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من المغرب، ظهور الدابة، ظهور الدخان. ادي 6، فاضل 4. آخر 4 علامات لن يراها إلا الكفار والمشركون، لأنها علامات مؤلمة جدا. زي ايه؟ زي الخسوفات ال3، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. كل الخسوفات دي خسوفات عامة ستشمل بقاع كبيرة جدا من الأرض لا يراها إلا الكفار والمشركون. ثم آخر علامة نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. خدوا بالكم بقى، فهتكون ظهر 9 علامات، 9 علامات بما فيهم الخسوفات ال3، وخلاص بقى ما فاضلش غير آخر علامة اللي هي نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. واضح كده؟ فلما يحصل بقى إن النار دي تأتي وتحشر الناس إلى أرض المحشر، اللي عايشين كلهم مين؟ كفار. حد فيهم بيفكر في توبة أو في إيمان؟ أبدا. كلهم عايشين كده في غفلة، وعايشين لعبادة الأصنام وللفواحش ولكل ما يغضب الله. عمر ما حد فيهم بيفكر أبدا لا يتوب ولا يؤمن ولا إنه يراجع نفسه ولا إنه يرجع لربنا. ما فيش حد فيهم بيفكر في كده. فتيجي بعد كده إيه؟ تظهر إيه؟ النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وهنا بقى تقوم الساعة. متى؟ فجأة، في لحظة يقدرها المولى عز وجل. بل ويصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم لحظة قيام الساعة إن الناس عايشة في غفلة لدرجة إن هم مش يعني خلاص ده مرت علامات الساعة الكبرى ال9، فاضل آخر علامة وخلاص هتقوم القيامة، ولا شاغلين نفسهم، قاعدين بيبيعوا وبيشتروا وبيزرعوا وبياكلوا ويشربوا وعايشين حياتهم ولا كأنهم منتظرين قيام الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم موضحا هذا المشهد المهيب كما عند البخاري ومسلم، وركزوا معايا. قال صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث في البخاري ومسلم، قال ولا تقومن الساعة. هنا مش بيتكلم عن أشراط الساعة، بيتكلم بقى عن قيام الساعة، اللي هو يوم ان القيامة تقوم بقى خلاص كده تمام، عشان بعد كده ايه يعني يبقى في نفخة الصعق، وبعدين بعد كده نفخة البعث، نبعث بعد ذلك من قبورنا تمام، في وقت برضه يحدده المولى عز وجل لنذهب إلى أرض المحشر للحساب. إنما هنا بنتكلم عن وقت قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. يعني 2 واقفين، واحد بيبيع أتواب قماش وواحد جاي يشتري منه، فالراجل فاتح له التوب كده وبيفرجوا عليه. بيقول لك وهو بيفرجوا على التوب لا يلحق يطوي التوب ولا التاني يلحق يشتريه. يعني شوف الغفلة لدرجة ايه؟ ده انت مستني خلاص اخر علامة من علامات الساعة الكبرى، بعدها القيامة على طول، ولا فرق معاه. سبحان الله. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان، مش هيلحقوا لا ده يبيع ولا ده يشتري، ولا يطويان. وبعدين ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني لسه حالب الدابة بتاعته ورايح عشان يشرب اللبن مش هيلحق يشربه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يعني ايه؟ يعني واحد قاعد بيصلح وبيطين ويصلح الحوض بتاعه اللي بيشرب منه المية فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يعني واخد اللقمة كده ولسه بيوصلها لفمه فتقوم الساعة، وما يلحقش ياكل اللقمة اللي ماسكها في ايده. تخيلوا المشهد عامل ازاي. فالنبي عليه السلام بيجيب لك مشاهد مختلفة، مشاهد من اماكن مختلفة. دول 2 بيبيعوا، واحد بيبيع توب والتاني بيشتري، مش هيلحقوا يتموا البيعة ديت، الساعة قامت. واحد تاني راح حلب الدابة بتاعته لا يشرب اللبن، لسه هيشرب، الساعة قامت. واحد تالت لسه بيصلح الحوض بتاعه وبيطينه كده عشان يظبطه ويحط فيه المية ويسقي منه البهايم بتاعته عزكم الله، فتقوم الساعة. والاخير قاعد بياكل بيرفع اللقمة على فمه، قامت الساعة. شوف تخيلوا. عشان كده هي دي لحظة ايه؟ لحظة ايه؟ ليه؟ فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، يعني فجأة. وفي حديث رواه مسلم واختم به ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة أو اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه أي فمه حتى تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب زي ما قلنا في الحديث اللي فات فما يتبايعان حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم.
هنا النبي عليه السلام بيوضح لنا ان هنا بقى في الوقت ده بتقوم الساعة فجأة، اللي هي القيامة تقوم فجأة. انما لا يتكلم على ان ما فيش قبلها علامات ساعة صغرى ولا كبرى، لا طبعا في علامات ساعة صغرى وكبرى. ولذلك في الحديث في الآية المولى عز وجل يقول فهل ينظرون إلا الساعة، خدوا بالكم بقى الآية واضحة اهي، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة، فقد جاء أشراطها. فأثبت هنا أن كل علامات الساعة الصغرى والكبرى جاءت خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.